soirée, gagner 2-0 contre l'Espagne, pas prendre de buts, avoir eu des occasions, montrer, avoir eu de la qualité, montrer quand même qu'on savait aussi par moment avoir nos phases de possession. C'est le Brésil. C'est le Brésil, c'est la Coupe du Monde, l'Espagne, le Brésil. Alhamdoulilah, on a dit depuis le début, nous on n'avait pas peur, sincèrement. قلت شحال هذه حنا المغرب راه شي حاجه كبيره ما كنخافوا حتى واحد. الحمد لله سمعنا الكوت داكشي اللي قال لنا طبقناه، وهذا الفوز هذا كنديو للجمهور ديالنا والشعب ديالنا الكبير والوالدين واي واحد فرحان لينا بهذا الفوز هذا. كنا باغيين نربحوا الحمد لله هادشي اللي كان باش نقدروا نفرحوا الشعب المغربي، هادشي اللي نقدروا نديروا لهم من اجلهم. الحمد لله الرباح اللي غادي يخلينا ندخلوا مورال طالع ضد منتخب البرازيل، وان شاء الله نربحوا الماتش الثاني ونتاهلوا. اللي بيقول لك فخر العرب، هذا هو فخر العرب في كرة القدم لا غير، اقسم بالله هذا هو فخر العرب. ما بيش 1000 مليون مبروك للمنتخب المغربي بفوزه على المنتخب الاسباني بهدفين دون رد. منتخب المغرب لسه بيعمل المعجزات. شباب المغرب في كاس العالم في تشيلي بمنتهى الرجوله والاداء القوي بيفوزوا على اسبانيا اللي معظم اللعيبه بتوعه نجوم لمسيه من برشلونه وكاسيا من ريال مدريد. بصراحه المغرب ما شاء الله قادره انها تبقى ند لاي منتخب في اي فئه. وبشكر لعيبه المغرب، انتوا يعني مصممين تدونا دروس، يعني سقفنا لكم وهنسقف لكم. Así es, Marruecos le gana 2-0. على خطى الكبار، المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما يقهر إسبانيا في مونديال الشباب تشيلي 2025. محمد وهبي يؤكد ثقته في لاعبيه للفوز على البرازيل، وهذا توقيت وموعد المباراة النارية بين المنتخب المغربي والبرازيل في أول ظهور له في كأس العالم. المنتخب المغربي تحت 20 عاما يصدم إسبانيا بأداء خرافي أبهر الجميع، وأطاح المنتخب المغربي بأحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة. أشبل وهبي قدم مباراة كبيرة وتاريخية أعادت للأذهان ذكريات مونديال قطر 2022 عندما أقصى المنتخب المغربي منتخب إسبانيا وتأهل إلى دور الربع النهائي. وحقق أشبال وهبي فوزا تاريخيا على لاروخا بهدفين دون مقابل في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من كأس العالم تحت 20 عاما المقامة حاليا في دولة تشيلي. وقدم المنتخب المغربي مباراة قوية ومميزة، وتمكن أشبال الأطلس من حسم المواجهة أمام إسبانيا، حيث شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة منتخب إسبانيا المعروف باستحواذه على الكرة، وشكل خطورة كبيرة على مرمى الحارس يانيس بن شاوش، غير أن هذه المحاولات لم تترجم لأهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. ومع بداية الشوط الثاني استطاع المنتخب المغربي فرض أسلوبه على منتخب إسبانيا، وسجل أشبال الأطلس الهدف الأول في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب ياسر الزابيري بعد تمريرة مميزة تلقاها من ياسين جاسمي وضعته أمام الحارس الإسباني فاران غونزاليس قبل أن يسدد الكرة داخل مرمى الأخير. وضعف المتألق ياسين جاسمي تقدم المنتخب المغربي بعدها ب4 دقائق عندما استلم عثمان معما الكرة على الجهة اليمنى، وانطلق بسرعة متجاوزا الدفاع الإسباني وقدم تمريرة داخل منطقة الجزاء نحو جاسمي الذي وضع الكرة داخل شباك إسبانيا مسجلا الهدف الثاني لأشبال الأطلس. واحتفل ياسين جاسمي على طريقة أشرف حكيمي في كأس العالم في قطر، واختير ياسين جاسمي أفضل لاعب في المباراة بعد تقديمه أداء مميزا في المباراة. وإلى جانب تألق لاعبي الدفاع والهجوم، شهدت المباراة تألق الحارس يانيس بن شاوش الذي نجح في إبعاد بعض المحاولات الإسبانية الخطيرة وساهم في فوز المنتخب المغربي. كما شهدت المباراة بعض اللحظات المثيرة حيث أعلن الحكم عن ركلتي جزاء لإسبانيا، لكن بعد مراجعة تقنية الفار ألغى الحكم قراره مؤكدا عدم وجود أي خطأ. كما قام الحكم بإلغاء هدف لمنتخب إسبانيا بسبب التسلل في الدقائق الأخيرة. وبهذا الانتصار الثمين يتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد تعادل البرازيل والمكسيك، حيث انتهت المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وبعد الفوز الثمين على إسبانيا قال محمد وهبي مدرب أشبال الأطلس أن لاعبي المنتخب المغربي طبقوا التعليمات وعرفوا كيف يحدون من خطورة إسبانيا، وأكد أن الفوز على إسبانيا ليس بالأمر السهل، وقال الفوز على إسبانيا لا ينبغي أن يصيب اللاعبين بالغرور. الحمد لله قدمنا أداء دفاعيا أفضل، نحن سعداء، لكن في النهاية هي 3 نقاط لم ننجز شيئا بعد. وأشار وهبي إلى أن المنتخب المغربي تنتظره مباراة قوية أمام البرازيل، وقال إنه البرازيل ونحن في كأس العالم لا نخشى أحد، نريد أن نلعب هذه المباراة ونفوز بها ولدينا ثقة في المجموعة.
وأشاد مدرب منتخب إسبانيا باكو غالاردو بالمنتخب المغربي وقال: لقد قدموا مباراة كبيرة وكانوا الأفضل. هذا المنتخب لا يستهان به. المنتخب المغربي يملك مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين يلعبون بروح عالية وتنظيم رائع. أعتقد أن المغرب سيكون أحد المرشحين للذهاب بعيدا في البطولة، وسيواجه المنتخب المغربي البرازيل في المباراة القادمة يوم الخميس في الجولة الثانية من المونديال في 2 أكتوبر على الساعة 12 ليلا بتوقيت المغرب، والواحدة ليلا بتوقيت السعودية على الملعب الوطني بمدينة سانتياغو. وتنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت المفتوحة في قمة منتظرة تشكل اختبارا جديدا لقدرات أشبال الأطلس في مسيرتهم في البطولة. فكيف ترون مواجهة المنتخب المغربي للبرازيل؟ وما هي توقعاتكم لنتيجة المباراة؟ وهل سيكرر أشبال الأطلس نتيجة إسبانيا؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. Gagner 2-0 contre l'Espagne, pas prendre de buts, avoir eu des occasions, montrer, avoir eu de la qualité, montrer quand même qu'on savait aussi par moment avoir nos phases de possession, bien défendre. Brésil, c'est le Brésil, c'est la Coupe du Monde. L'Espagne, Brésil, alhamdoulilah, on a dit depuis le début, nous on n'avait pas peur, sincèrement. On n'a pas peur des adversaires, mais c'est des matchs à vivre. On voulait les vivre, ces matchs. Et surtout que maintenant qu'on est là, ben, on veut les gagner. Donc ça va être encore un gros match. Oh, ouais. Vers l'extérieur, pareil. Allez, vers l'extérieur. Voilà, bien. حفلة بالزاف، مزيان بالزاف. كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي واعمل لهم كل حاجة جميلة. اخواتنا الاعزاء في المغرب، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروح دي؟ ايه الاصرار ده؟ صدق او لا تصدق، من يتصدر المجموعة؟ المغرب العربي الشقيق. ايه يا عم الجمال ده والحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه المتعة دي؟ بصراحة بألف صراحة منتخب المغرب لسه بيعمل المعجزات. شباب المغرب في كاس العالم في تشيلي بمنتهى الرجوله والاداء القوي بيفوزوا على اسبانيا اللي معظم اللعيبه بتوعه نجوم لمسيه من برشلونه وكاستيا من ريال مدريد. بصراحه المغرب ما شاء الله قادره انها تبقى ند لاي منتخب في اي فئه. 1000 مليون مبروك للمنتخب المغربي بفوزه على المنتخب الاسباني بهدفين دون رد في كاس العالم تحت 20 سنه. ايش اقول؟ ما بيش اي كلام للمنتخب المغربي. 1000 مليون مبروك.